صباح الخير. انا حابب اقول حاجه كده للناس كلها، الناس اللي نفسها تحقق حاجه، الناس اللي نفسها تروح لسكه هي بتفكر فيها. في شويه خطوات كده لازم تكون في بالك وتكون في دماغك علشان خاطر تعرف على الاقل الستبس المفروض تحقق فيها الحاجات دي. اول حاجه انت محتاج تفكر فيها، لازم تبقى فاهم الفريم بتاعك. يعني ايه؟ يعني لازم تبقى فاهم انت مش عايز ايه. قبل ما تعرف انت عايز ايه لازم تبقى عارف انت مش عايز ايه. يعني ايه انت مش عايز ايه؟ الفريم اللي انت هتبقى جواه ومش هينفع تخرج براه. الفريم ده بيبقى في حياتك، في السوشيال ميديا بتاعتك، في كل التفاصيل بتاعت يومك. انت مش عايز ايه؟ دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. خلاص عرفت؟ انت محتاج دلوقتي بقى تعرف انت عايز ايه. يعني ايه تعرف انت عايز ايه؟ تعرف انت عايز تروح لفين. يعني عايز ايه السقف بتاعك دلوقتي. وخلي بالك السقف ده هيتغير مع الوقت، يعني كل ما هتتطور اكتر كل ما السقف بتاعك ده هتلاقيه اوتوماتيك بيزيد واوتوماتيك بيعلى، واوتوماتيك انت هتلاقي نفسك لا انا عايز اكتر، عايز احسن. طيب في نقطة بس مهمة قوي لازم تاخد بالك منها، انك وقت ما بتتخيل انت عايز ايه، او وقت ما بتقعد تتامل كده انا نفسي اروح لفين وانا عايز اعمل ايه في حياتي، وانت في الفتره بتاعت التخيل دي انسى المنطقيه تماما. انسى اي حاجه منطقيه، انسى جمله هي الفكره دي منطقي ان انا افكر فيها ينفع اعملها او لا. انسى كل ده، افضل فكر وتخيل وحط كل الافكار بتاعتك قدام عينك. بعدين بقى ابقى فلتر، يعني بعدين ابقى فلتر ايه يتعمل ايه ما يتعملش، ايه الاولويات، الكلام ده كله. بس وقت ما بتتخيل اشطح بخيالك، هات اخرك في الخيال، شوف انت ممكن تروح لفين، شوف انت نفسك تعمل ايه، هات خيالك لاخره. خلاص اتخيلت ونسيت المنطق وقت التخيل؟ طيب ابدأ بقى وانت بتفلتر الحاجات اللي انت تخيلتها دي او عايز تروح فين، فلترها شوف ايه ممكن يطرح له دلوقتي، ايه الحلم الكبير اللي انا عايز اروح له، وابدا اشوف الحلم ده احط له كده ايه سيستم. السيستم ده يكون منطقي. يعني الحلم بتاعي ده مثلا انا عايز ابقى اكبر واحد في المجال الفلاني. طيب علشان ابقى اكبر واحد في المجال الفلاني ده لازم اقسمها اهداف صغيره او سمارت جولز. واعملوا سيرش على سمارت جولز دي عشان هتفيدكم كتير في حياتكم. اصلا لما اقسم السمارت جولز بتاعتي او الاهداف الصغيره اللي انا عايز احققها، لازم وده الفرق بين انك عايز توصل فعلا وانك هتوصل فعلا. الفرق انك تحط نظام وسيستم ثابت لنفسك او روتين ثابت لنفسك لتحقيق كل هدف من دول. يعني ايه؟ يعني الهدف ده انا محتاج مثلا اشتغل على الحاجه الفلانيه، على الهدف الفلاني ده ساعه ونص في اليوم. الساعه ونص دول لازم يكونوا عاده في يومك. العادات احنا فاهمين طبعا انها 3 7 21 45، يعني التقسيمه بتاعتها كده ماشي. فانت هترقص على نفسك بس اول 3 و7 ايام، بعدين هتلاقي الموضوع بقى اسهل شويه، بعد 21 يوم الموضوع عادي جدا. ودي حاجه ازاي تبني العاده، يعني برضو لو انت حابب تسيرش عنها دي هتبقى مهمه ليك. نرجع بقى، لو انت عايز الساعه ونص دول لازم تحشرهم جوه يومك. تحشرهم جوه يومك ازاي؟ يعني خليهم في ميعاد انت ملزم بيه. خليهم مثلا اول ما تصحى من النوم قبل شغلك. لو انت شغلك بيبدا 9 فانت اصحى 6 عشان تشتغل من 6 ونص ل 7 ل 8، وتبدا تجهز من 8 ل 8 ونص فتنزل. يبقى انت رايح شغلك 9 مفيش مشكله. المهم ان انت الوقت اللي انت هتحطه لنفسك علشان خاطر ده الوقت اللي هخلص فيه التاسكات المطلوبه مني للهدف اللي انا رايحه، الهدف الصغير او الاهداف الصغيره اللي انا عاملها. لازم السيستم ده يكون فيه شويه حاجات كده. ايه السيستم؟ لازم يكون فيه وقت للاطلاع. الاطلاع يعني ايه؟ يعني الاكسبلور، ان انت تستكشف كل الحاجات اللي شبهك، كل الحاجات اللي بتتعمل زي اللي انت عايز تعمله. لازم الوقت ده يكون موجود. وكمان الوقت اللي انت الحاجه بقى اللي هتتعلمها دلوقتي لازم يبقى الوقت ده برضو موجود. انت خلاص اطلعت شفت كل الدنيا ماشيه ازاي، لازم يبقى فيه الوقت اللي انت المفروض الحاجه اللي تعملها دلوقتي تذاكرها كويس قوي، وبعدها على طول تطبق الحاجه دي او تشوف مثال يتطبق عليها. ودلوقتي تقريبا 3/4 الحاجات موجوده على اليوتيوب، فانت ممكن تعمل ده او تشوف ناس طبقت الكلام ده كله. وحاول دايما، يعني حاول دايما، وده تاسك جميل قوي، حاول دايما وانت في طريقك لشغلك او وانت ماشي في الطريق في اي حاجه شغل بودكاست. يعني خلاص سمعنا اغاني لما متنا، شغل بودكاست لناس ناجحه، بودكاست المستثمرين، بودكاست لرجال اعمال، بودكاست لناس ناجحه بتحكي الستوري بتاعت نجاحهم، الخطوات بتاعتهم، ازاي اتعاملوا مع التحديات اللي قابلوها في حياتهم. الحاجات دي كلها مهمه جدا جدا والله في حياتك، حتى في المايند سيت بتاعتك. لازم تبقى عارف انت لازم تفكر كده.
باقي حاجه بقى اللي هي التريجر، او الحاجه العامل الحفاز اللي بيتحط في المعادله عشان خاطر المعادله تكمل معاك والمعادله تطلع ناتج. ايه العامل الحفاز؟ انت هتشوف مثل اعلى ليك، مثل اعلى يعني مين؟ رول موديل. رول موديل حد جامد في اي حاجه، حد جامد قوي والشخص ده يعني ناجح جدا، وانت شايفه ناجح جدا وشايفه في حياته وفي شغله وفي كل حاجه، شايف عوامل نجاحه كلها في ال7 عوامل للحياه، اكيد برضو ممكن تسيرش عنها. الشخص ده كل ما تقابل موقف او تحدي جديد في حياتك فكر كأنك هو، يعني حط الشخص ده في بالك كده وقول لو الشخص ده مكاني في التحدي الفلاني هيتصرف ازاي؟ اللي خيالك يجيبك ليه ان هو هيتصرف كده، اتصرف نفس التصرف. عيش الحتة دي عشان خاطر تقدر تتحول معاك لحقيقة. اخر حاجة وده الباسورد اللي يخليك تعرف تنتج شغل اكتر وتنتج افكار اكتر. ايه الباسورد؟ ما تفكرش في دماغك، بعد اذنك ما تفكرش في دماغك، فكر على ورق، مش الكتروني. فكر على ورق، فكر على ورق، وبعدين عايز تحولها لاي تول بقى، عايز تستخدم بيها اي حاجه تفكر عليها مفيش مشكله، بس فكر على ورق. ليه بقى بقول لك كده؟ لما هتفكر على ورق انت بتخرج كل حاجه في دماغك قدام عينك. لما بتخرج كل حاجه قدام عينك بتبقى قادر تدور فيها، بتبقى قادر تفكر في الحاجه ازاي تكون احسن من كده شويه. وكمان في حاجه مهمه قوي، انك بتفصل، بتفضي دماغك من حاجه فتقدر بعد كده تتخيل حاجه اقوى وحاجه احسن. خليك يعني تخيل كده معايا انت عمال بتفكر في الحاجه اللي انت عايزها وكل الافكار جوه دماغك. انت لو جالك اي ظرف طارئ انت اتشتت، وبعدين من كتر الدوشه اللي جوه دماغك دي بصراعات الحياه يعني اللي احنا فيها دي، انت بتوصل لمرحله ان انت بس زي الفل قوي اللي في دماغي، مش هعرف اطور في حاجه، مش هنتج في حاجه جديده، الكلام ده كله. انت اولى بده، وانت اولى انك تطلع افكار احسن، وانت اولى ان انت تعيد اكتشاف نفسك، وهتلاقي في نفسك حاجات انت نفسك هتتفاجئ من قدرة ربنا وابداع خلقه. والله العظيم هتتفاجئ بنفسك بعد كده. يومك حلو.